العربيه انتصار واحد. لا كيف تاني جاي دلوقتي، تاني جاي كمان ان شاء الله نتمنى ان شاء الله نتمنى يترشحوا على الاقل 2 و3 وضع، لكن حاليا انتصار وحيد. لا حاليا الكره العربيه في افريقيا اهانه للكره. 10 مقابلات انتصار يتيم 6 واكثر من هكا. في بالك اللي حتى فريق عربي من الفرق الكبرى الاربعه على الاقل مع موريتانيا اللي هي كبيره كذلك، لا لعبوا مع نيجيريا، لا لعبوا مع الكوت ديفوار، ولا لعبوا مع السنغال. معناها الفرق مع الكاميرون، ولا لعبوا مع الكاميرون، اللي لعبوا معهم الكل من الدرجه الثانيه افريقيا. معناها وين هي الدرجه الثانيه دي بقى هي اللي درجه اولى، مست الحضيض مست القاع. فكره الدرجه الثانيه هذه انتهت نهائيا. اما تواكب ولا التاريخ قد لا ينفع. هو مثبت التاريخ، لكن يجب ان تحافظ عليه. اقول لك شيء، بالاستمراريه. تدري الدرجه الثانيه ايش؟ المنتخبات العربيه هي الدرجه الثانيه في هذه البطوله. صح. نذكر مشاهدينا الكرام، خليك تسترسل بس لغايه المهزله توصفها في مهزله. مهزله فيما تخص قضيه محمد صلاح، مهزله طبعا، مهزله بكل حروفها وبكل كلماتها وبكل معانيها. مهزله. احنا بنعرف معلوماتنا، احنا منتخب مصر والشعب المصري والجمهور المصري والاعلام المصري بيعرف معلوماته امس من يورجن كلوب. النهارده بنعرف المعلومات من رامي عباس. احنا فين؟ احنا من محمد صلاح، ومحمد صلاح فين مننا؟ ايه فين المنتخب؟ فين مسؤولين المنتخب؟ فين مسؤولي الاتحاد؟ مسؤولين الاتحاد قاعدين ببيوتهم. امس واحد منهم يقول انا قاعد في سوهاج في بيتي وما ادري ان صلاح اصلا كان راح غادر ولا لا. عضو اتحاد بقول لك اذا كان عملوا كده يبقى هم صح، ان كان قال فقد صدق. يعني بأمارة، وانت عضو مجلس اداره بتعمل ايه؟ انت منتظر ان حازم امام ياخد قرار او المدرب ياخد قرار عشان تقول اذا كانوا عملوا كده يبقى شيء صح. غريب صابر. مفيش حاجه، شيء غريب. حتى قرارات بالتمرير يا راجل ما بتحصلش. انا في مسؤول ياخد قرارات بعيدا عن التانيين، وحتى فين المسؤول ده؟ اطلع انت بلغنا، سواء رئيس اتحاد او يعني بكل وضوح وصراحه صابر تصف هذه الحاله. موضوع مستفز جدا. انا باخد معلوماتي من اول الازمه ما بدات، انا باخد معلوماتي من بره، مفيش حد من مصر بيدينا معلومات. فتحي نروح في كلمه فقط. الطرف الاساسي في هذا الموضوع هو شخص واحد، هو محمد صلاح. كان النجم يقول لا انا ابقى مع المنتخب المصري اولا. ثانيا القانون يحمية الشخص. انا اسف، محمد صلاح يجي من لاعب مكانه مش مضمون، لانه المدرب نتاعو توخل طلب تعزيز فريق بايرن بظهير ايمن ثاني، معناها مكانه مش مضمون، وهو مصاب ويتشبث بالالوان الوطنيه المغربيه. هذا نقول له برافو لانك بس المقارنه هنا رغم خطوره خساره ثاني مركز وخساره ثاني المقارنه هنا لا يوجد فيها تطابق في المواقف يا فتحي. اقول لك ازاي. اولا نصير مزراوي في مشاكل بينه وبين بايرن ميونخ من ساعه قضيه فلسطين، في مشاكل على العلن الكل اتكلم فيها، فنفسيا مش مستعد انه يروح لبايرن ميونخ. ثانيا التفاصيل الاصابه موجوده في نصير مزراوي غير اصابه محمد صلاح. التفاصيل اللي احنا عرفناها ان دي محتاجه راحه. يا صاحبي ما تحزناش الحاجه غير المقارنه هنا. انت اللي قارنت انا بكلمك على انا قلت امبارح جزئيه. خلي اكمل معلومتي. انا قلت كمل صابر عبد الكريم ومن حقكم منكم اذا كان الفريق طبعا دلوقتي اكتشفنا حاجه مغايره تماما، بس انا كانت وجهه نظري ايه؟ اذا كانت إصابة صلاح الأفضل له إنه يكون مع الفريق الطبي ومع الأجهزة الطبية لليفربول أفضل من كوت ديفوار يروح ويرجع. إذا كانت مباراتين زي ما كان بيتقال يرجع ليه؟ إنما اكتشفنا إن القصة بعيدة تماما عن القصة. صابر يرجع ليه؟ اكتشفنا إن القصة صابر غيرت الكلام. إنما أول مرة أنت في بداية الحلقة قلت مهزلة، ذكرت ان هذه مهزله. ما هي مهزله، والحين تقول انت لا انا اذا الاجهزه الطبيه. لا يا مشاري، انا اقصد مهزله تعامل اتحاد الكره مع الموقف عموما. يعني انت مع رحيله؟ رحيله مش رحيله، صلاح مش صاحب الكوره، صلاح مش هو الفرقه. لا بس تاثير محمد صلاح وقائد وجوده والدعم المعنوي يخدمه لللاعبين. تاثير، ما هو اذا كانت طالما الاصابه مطوله يبقى يبقى مع الفريق. الحين يبقى ولا ما يبقى؟ ايوه يا مشاري. طيب. يا مشاري انا كلامي واضح. اذا كانت الاصابه علاجه هيتم في ليفربول بوقت اسرع، طبعا الكلام ده اتضح ان هو كذب، بس انا كنت بتكلم على المعلومات اللي جات لنا امبارح. طيب عشان ان هي مباراتين. وضحت عشان ما عندي وقت. عبد الكريم انت بتعلق ب 30 ثانيه تعليق لاني بطلع، انا عندي ماده لازم تطلع. صلاح كان عليه
واجب وطني بإعلان الاستمرار مع المنتخب إلى حين انتهاء المهمة. ممتاز، تفضل فتحي. لا حكاية مبدأ، ما نحكيش اللاعب المغربي مكانه وإصابته، مبدأ. صلاح كان يحسم كل هذا المهزلة التي تحكي عليها جميل. ويقول أنا باقي مع المنتخب المصري إلى نهاية الرحلة. عبد العزيز. جماعة تكلموا على إصابة محمد صلاح وتركوا المهم هو مصير المنتخب المصري في هذه البطولة. كل المشاكل اللي قاعد يصير هذه قاعد تأثر على لعيبة المنتخب المصري، لأن صلاح جزء لا يتجزأ من لعيبة المنتخب المصري. الامور هذه مشكله اصابه صلاح، سفره، قعدته كم يوم، كم مباراه، مش عارف ايش، هاي كلها قاعد تاثر على طبيعه، على وضع المنتخب المصري، خاصه ان المنتخب المصري ما قاصر اي مشاكل. ممتاز، وتشكل ضغط. فتشكل المفروض نبعد عن موضوع محمد صلاح، سافر قعد والتركيز على المنتخب المصري في الوقت الحالي. مهما كانت الابعاد لهذه القضيه. ذكرت مهازل، هذا لا يمنع هذا. طيب ذكرت مهازل، اليوم في مهزله لصاحب الارض كوتوفوار، مهزله في خسارته اليوم امام غينيا الاستوائيه. مش مهزله، صدمه، زلزال، لانه حاجه كارثيه. راهو نحكيو على الكوت ديفوار، بلاد ديدي دروغبا وهي اللي تنظم، معناها كارثه. انا عشتها عام 94. هذه الاهداف لا شيء غريب يعني تفسير 4-0 معناها، شوف معناها صدمه لشعب كامل. عبد الكريم، بلاد منظمه، اكبر خساره لبلد مضيف في التاريخ.